عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كات ان ايديا. مبروك ومبروك بزاف المنتخب الوطني المغربي لبلوغه الى النصف النهائي. كما قال وليد الرقاقي، ديروا النية، اضرب البارة وتخرج، وديروا النية وديروا النية ومازال ان شاء الله. كما قال وليد الرقاقي ما درنا والو. هاد المقابلات اللي غاديين في التدريج خطوه بخطوه، وكيبان لك بلي راحنا غاديين داخل لداخل. بدينا بالاسبان اللي هي قدامنا، دخلنا شويه البرتغال، غادي لفرنسا، غادي نمشيو ان شاء الله كرواتيا. لان كنظن ان الارجنتين تقدر تخسر مع كرواتيا، بحكم ان كرواتيا جد منظمه، كتكون الكره ديالها في رجليها، ما عندهاش لي ديشي، ما كديرش ديشي في لي باس ديالها، كتلعب لاخر دقيقه وممكن تمشي معك حتى ل 120 دقيقه. عندهم حارس جيد، دفاع جيد، عندهم وسط ميدان مرعب. وديجا غلبت الارجنتين في 2018، وكنت جد فرحان بديك المونديال 2018. جد سعيد اننا انتقمنا من الظلم اللي تعرضنا له في مونديال 2018 ضد الاسبان والبرتغال، وهذا العام غلبناهم بكل جدارة واستحقاق، وخرجوا كيبكيو. سيرتو بيبي اللي كان سبب تسجيل الهدف 2018 من بعد ما طيح جوج نتاع الدفاع، كان خاص يكون خطأ، ما رجعوش للفار. بكى تماك الجمهور وكذلك المنتخب الوطني. اليوم حتى هو بقى كيبكي، قال لك حكا التحكيم كان ظالم، وهذاك الحكم ارجنتيني بغى يطلع المغرب باش تلعب مع الارجنتين، غير عطيو الكاس للارجنتين. شوف المعادله الصعبه اللي بقى يبكي بحال. مهم عجبني جواد اليميق كي باسلو راسو كيدير هذاك الهدف باسلو راس ديالو، وفي اخر لقطات كان خارج كريستيانو رونالدو كيبكي مسكين. وتابعوا جواد اليميق وجا عنده اشرف داري قال له خليني نهضر معاه، يعني واحد الطرائف زينه. على اي الان كنشوف من بعد ما كنت هضرت على الماتش نتاع كرواتيا، كان فيه دفاع منظم، كان فيه تيكي تاكا، يعني واحد التنظيم تكتيكي جد رائع. كان الخطه التكتيك، الرسم التكتيكي والتنظيم التكتيكي. هنا فين غادي نمشيو، ان الشيء اللي لعبوا به ضد كرواتيا حافظوا عليه ولعبوا به ضد بلجيكا، ولكن كانوا شويه يديروا كونتر اتاك، لان بلجيكا كتلعب بزاف في العمق، وكي كتطلع في الاطراف كتخلي الظهر ديالها خاوي عليها. كانوا يلعبوا لها الكونتر اتاك وسجلوا عليها، وكان يمكن يسجلوا عليها اكثر. من بعد ما وصلنا للاسبان، عارفين بلا الاسبان انها كدير استحواذ سلبي، كتبغي تقبض الكره عندها، وكتبغيك انت تدخل عندها ديك الكره باش هي دير دوك لي كونتر اتاك، وكتلعب مزيان في الوسط وفي الاطراف. عندها لاعبين كموراتا وبزاف اللاعبين اللي يهدوا المرمى ديالنا. لكن حنايا لعبنا بواحد النظام وما توترناش، وما قدروش يستفزونا بداك الاستحواذ نتاع الكره ديالهم، ولعبنا معهم حتى لاخر دقيقه. فيما يخص البرتغال، كان عندها واحد اللعب مختلف على الاسبان. البرتغال ما كديرش استحواذ سلبي، ما كتقبضش الكره بزاف، كتبغي تقبض الكره وتعطيها لك باش تغرك انك تزيد تهجم، وكي تزيد تهجم كيقلعوا لك الكره وكيديروا هجوم سريع، لانهم جد قويين في العمق وحتى في الوسط. كانوا يلعبوا بزاف على العمق، ما كلات لهمش في العمق، بقاو يلعبوا الخطه بي اللي هي يلعبوا على الاطراف، حتى هذيك ما كلات لهمش. وراك تشوف كي خرجوا دايرين، يعني متعصبوا كيفاش هاد المغرب قدر يوقفنا. هنا اللي نجيو للمنتخب الفرنسي، اللي ان شاء الله نهار الاربعاء نقدروا نقصيوه. ديجا لعبنا مع المنتخب الفرنسي في كاس الحسن الثاني، اللي كتذكروا المرحوم الحسن الثاني. لعبنا ضد فرنسا وخرجنا دودو.
وما لعبناش مقابله رسميه بحال هكذا كاس العالم. يمكن هذه اول مقابله رسميه اللي نلعبوا مع فرنسا، ولهذا بدينا بالحدود الاسبانيه، طلعنا البرتغال، نوصلوا فرنسا، وغادي نمشيو لكرواتيا. فرنسا عندها لعب مختلف شيئا ما. فرنسا كدير واحد المزج بين تيكي تاكا الاسبانيه والبرتغاليه، بمعنى انها كتستحوذ على الكره، كترجعها للور، كترجعها للوسط الرقم 8 اللي كيبنيو عليه اللعب بزاف. رقم 8 وهو اللي كيحل اللعب. هنايا كيلعبوا معاك في العمق وكيلعبوا في الاطراف. عندهم بابي، عندهم غريزمان اللي كيعطي لاسيست واعرين، عندهم جيرون اللي في الوسط طويل القامه حتى هو كيستغل دوك العرضيات، وعندهم لاعب اخر نسيت الاسم ديالو كيلعب مع البارسا. هما عندهم العمق وعندهم الاطراف، وكيبنيو يرجعوا الكره للور، كيبنيو اللعب انطلاقا من وسط الميدان من رقم 8. هنا واحد الملاحظه ان المنتخب الفرنسي لعب ضد الرسم التكتيكي اللي كيلعب به المنتخب المغربي. كيف؟ ان المنتخب الفرنسي لعب ضد استراليا وغلبها، ضد بولندا وغلبها، وضد الانجليز وغلبهم. وهاد الفرق بثلاثه كيلعبوا بنفس الخطه كما نقولوا، بنفس الرسم التكتيكي. كيلعبوا 4-1-4-1 بحالنا 4-1-4-1، الا ان النظام التكتيكي ديالهم ماشي بحالنا. علاش؟ هما كفرق اوروبيه كيبغيو يفتحوا اللعب، كيبغيو يلعبوا كره، وفي نفس الوقت كانت عندهم فراغات كبيره. كان عندهم بحال الانجليز عندهم الهجوم ديالهم، راس الحربه ديالهم، كذلك بولندا ما كيوليوش يعاونوا كما كيدير يوسف النصيري، اللي تحيه كبيره ان وليد الركراكي اصر باش ياخذ يوسف النصيري. والبعض الكثير يعني قالوا كيفاش ياخذ يوسف النصيري وما عندوش مع التهديف، الا ان يوسف النصيري كيف العاده يخلق المفاجاه، وان يوسف النصيري يتماشى مع الخطه نتاع وليد الركراكي. يوسف النصيري كيدافع بزاف، كيعاون في الدفاع وكيعاون في الوسط الميدان وكيدير الضغط، وفي الكورنر كيكون هو اللي كيخرج الكره في الكرة الثابته وفي الكورنر من الخطر. يعني واحد رجل دفاع، ولكن يستحق هذاك يلعب الماتش كامل. بالعلم ان دخل وليد الركراكي، دخل جديره ودخل حمد الله ما دار والو، لان الخطه اللي كيعتمد عليها وليد الركراكي ما كيعاونوش بزاف، ما كيطلعوش بزاف واحد الهجوم باش يبقى هذاك حمد الله ولا ولاد شديره كيتسناو الكره في الكاري. دونك كي كيشدوها بعيد ما كيوصلوا عيانا للمرمى، كتمشي مدفوشه. على كل حال هاد المونديال عنده واحد اللعب جد عالي، ولهذا الناس اللي لعبوا في لا ليغا والناس اللي تنافسوا على تشامبيون ليغ وخداو بطولات عندهم تجربه وخلقوا الحدث وبالروح القتاليه واللي زرعها فيهم وليد الركراكي وبالتلاحم قدروا يوصلوا. على كل حال ان المنتخب الفرنسي لعب ضد الخطه اللي كيلعب بها وليد الركراكي، يعني الرسم تاع الخطه، ولكن ما لعبش ضد النظام. علاش غلب الانجليز؟ لان الانجليز واخا عندها 1-4-1 لعبت بها، كتخلي مساحه كبيره بين الدفاع والهجوم والوسط، وكتخلي واحد المساحات اللي كيلعب فيها المنتخب الفرنسي وكيتبحر فيها. الا خليت بين الربعه الاولين تاع الدفاع والربعه التاليين نتاع وسط الميدان، كتخلي بيناتهم ديك المسافه كيلعبوا لك عليها، خاصه انك عندك هاري كينغ نتاع الهجوم تاع الانجليز ولا نتاع الهجوم تاع البولون ما كانوش يرجعوا للور ويعاونوا في وسط الميدان ولا في الدفاع. ولهذا خلق واحد الممرات، واحد مساحات شاسعه، مساحات كبيره باش يدخلوا فيها اللعابه نتاع لا فرنسا ويبنيو اللعب ديالهم. وواحد الملاحظه
لا الانجليز ولا بولندا حتى واحد ما دار الضغط على رقم 8، اللي نتمناو من المنتخب ديالنا يضغط على رقم 8 لان عليه اللي كيبنيو اللعب، ويكون يوسف النصيري يعاون في ديك المنطقه هذيك، ويعاوننا حتى في الكرات العرضيه اللي كيصيفطوهم الجيرون يعاوننا. الخبر السار ان نايف اكراد هذه يولي يلعب، ونايف اكراد هو عنده طولة القامه مخير يولي يلعب، لان لاحظنا ان عطية الله واحد اللاعب يعني مخير، واحد اللاعب اللي خلق الحدث وكيلعب مخير، ولكن لاحظت بلا ان كي كنلعبوه ان الاخرين كيحقروه وكيبقاو يلعبوا في جهته بزاف، كيقولوا هذا ما عارفينوش، كيبقاو يلعبوا في الجهه ديالو بزاف وكيضغطوا عليه، لهذا كيولي بوفال يعاونوا يوليو بزاف كيعاونوه في ديك الجهه، كيضغطوا عليه. وكذلك اللي قاس القامه ديالو كيلعبوا له كرات عاليه، ولكن كان رجل المقابله وهو سبب الهدف. ونصير مزراوي عارفينو كيلعب مع الباير هذيك عطيو له قيمه، الانسان كيعطيك واحد القيمه غير من شي مره غير وشنو فين كتلعب، من نادي كتلعب فيه، مع العلم ان اللعبه نتاع مثلا عطية الله وبدر بانون وداري وجبران وحنتوهم ودافعوا في اخر المطاف، هما اللي دافعوا ضد البرتغال وما قدرش كريستيانو رونالدو يدير شي حاجه، ولهذا عطاوهم درس. وعطاوهم درس ثاني ان اغلب اللعابه مثلا يوسف النصيري، نايف اكراد، ولعابه اخرين تكونوا في مدرسه محمد السادس نتاع كره القدم. على كل حال المعمول هو الى لعبنا نفس الخطه اللي لعبناها ضد الاسبان، درنا واحد المزج نتاع الخطه بثلاثه، لان بحال احنا غاديين بالتدريج، وهذه الاختبار الاخير او قبل الاخير، لان غاديين بواحد التدريج. لعبنا بواحد التحفظ ضد كرواتيا، ولعبنا بواحد شويه لعبنا على نقاط الضعف نتاع بلجيكا، ولعبنا كذلك بتحفظ اكثر ضد الاسبان، ولعبنا بواحد عاود ردة فعل ضد البرتغال، لان هنا فرنسا كتجمع هذا النظام التكتيكي كتجمعو، حنايا خاصنا هاد المراحل اللي فتنا بها ناخدو منهم عبرة. ومع العلم عندنا احسن محلل اداء مساعدين المدرب الركراكي في واحد النيفو عالي مزيان، وعندنا موسى الحباشي. كثير ما كيعرفش موسى الحباشي انه هو من بين التقنيين اللي كانوا في منتخب بلجيكا في كاس العالم 2018، وواحد الانسان جد ذكي كيحلل الاداء نتاع الفرق. ولهذا الركراكي يقدر يلعب بنفس الخط بنفس الرسم التكتيكي اللي لعب به، واخا لعبت به الانجليز والاسترالي ولعبت به حتى بولندا وخسروا مع فرنسا، لان هادو لعبوا لعب اوروبي وفتحوا اللعب وخلاو مساحات. حنا اللعب الرسم التكتيكي بحال ولكن النظام التكتيكي النظام تاع الخطه مختلف. حنا كنبلعوا المنطقه، كنبلعوها المنطقه، كنلعبوا على التريونغل، على المثلثات. اي لاعب تكون عنده كره كيديروا عليه مثلث، وكتشوف المرابط الله يحفظه، كتشوفوا كيلعب كيمشي على اليمين يلعب مثلث مع هادوك اللي على اليمين مثلا زياش وحكيمي، وكيمشي كذلك على اليسار ويلعب مثلث مع مزوار ومع بوفال، ولا مع بوفال وعطية الله، وكيلعب واحد المثلث مع في الوسط مع أناحي وأملاح، وكيقدر يرجع عاود للوراء ويلعب مثلث مع سايس واكرد. عليها كتشوفوا كيتحرك بزاف. كذلك الشبل ولا الانسان اللي كيتحرك في الماتش بواحد السلاسه رقايقي مع راسه هو أناحي كيوجد لك الحل، كيقبض الكره كيدير واحد الدريبلاج ماشي في بلاصتو، كيخلي الكره كيمشي بها وكيخلق مساحات،
وكياخذ اللعابه وكيخروضهم، عنده هذيك القضيه مخيره. دونك حنا الا لعبنا بدوك المثلثات ولعبنا بالهرم الدفاعي ولعبنا بالخطوط متقربه بلعنا عليهم مسافه ما نخليهمش فين يتنفسوا، نعطيك اليقين فرنسا غادي توتر وغادي ترجع الاستحواذ السلبي باش توجد الحلول، وان شاء الله نغلبوها. خاصنا غير نبقاو حتى لاخر دقيقه في نفس الانرجي وبنفس النيه، وكما قال بونو قصرين جازنا دابا فينا ونبقاو بنفس الميطاليتي، بنفس النفسيه، بنفس العقليه، انك كتشوف اللعابه في الملعب لا بونو لا الدفاع كيبتسموا كيضحكوا. يعني هذاك التاثير وقت ما كاينش، هو لاعبين الكره هما باغيين يوصلوا، ان شاء الله غادي يوصلوا. فرنسا ماشي واعره علينا، نقدروا نطيحوها. كثير اللي قال تونس غلبت فرنسا، تونس غلبت فرنسا في البريمير اللي ميطول اللي كانوا فيه الاحتياطيين، وما ما نحتقروش حنا الاحتياط نتاع فرنسا، راه قوي، راه جد قوي. وما تنساش بلا فرنسا دخلت اللعابه المهمين، دخلت كي سميتو مبابي، دخلت غريزمان، دخلت كلشي، هادو ما قدروش يسجلوا على تونس، لان تونس كذلك كتلعب الدفاع منظم. ولهذا انا غادي نقول ما يقدروش يسجلوا علينا، وإلا سجلوا علينا غادي تفتح اللعب وحتى حنا غادي نسجلوا، وان شاء الله غادي نفوتوا النهائي. وهذا في الاصل ديالو يعني واحد وصول جد مشرف لكل الامه المغربيه والمغاربيه. ان شاء الله نوصلوا للنهائي، علاش لا. ولا وصلنا النهائي وتلاقينا مع كرواتيا غادي يكون واحد الماتش متعاود، ونكملوا على الماتش اللي خرجنا فيه 0-0، نكملوا عليه نشوفوا شكون اللي غادي يغلب. ولا خرجنا مع الارجنتين انا نقول الارجنتين الا خرجنا مع هذه تكون اسهل من كرواتيا، يعني تمنى تخرج مع الارجنتين وما تخرجش مع كرواتيا، لان كرواتيا حتى هي عندها نفس ستيل، وتقدر كرواتيا تمشي معك 120 دقيقه وما كيعياوش، وكتقدر تمشي معك البينالتيات وحتى هما عندهم حارس في المستوى. اما الارجنتين نقدروا نفقعوها ونعذبوها ونقدروا نغلبوها، لان الارجنتين كتلعب واحد اللعب بحال الفرق اللي لعبنا معها، وكتلعب لعب مفتوح وكتلعب في العمق وكتلعب في العرضيات وهذه، ولكن الدفاع ديالها كيف نتاع البرتغال ونتاع ما عندهاش شي حاجه نخافوا بها ونقدروا نغلبوها. وعلاش لا نخرجوا ميسي يبكي ومبابي يبكي على كل حال كان بكاء الفرح، دموع الفرح ودموع الحزن، ما نبغيو حتى شي واحد يحزن، ولكن هذا وقتنا. حنا بغينا هاد الكره الافريقيه، شرفتنا وصلت للدومي فينال، بغيناها تجي تشرفنا ونجيبو داك الكاس ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومع العلم هذا الشيء طلع كاع الاسهم تاع اللعابه، وكذلك طلع اسهم نتاع مدرسات محمد السادس اللي كتعطي لعابه شباب تكوين جد جيد للعابه اللي طلعوا من المؤسسات محمد السادس لكرة القدم. وكذلك حتى الكرة المغربية، ما نساوش ان البرتغال لعبنا ب5 تاع اللعابة من الداخل، لعبنا بانون، بدر بانون، لعبنا بجبران، لعبنا باشرف داري، لعبنا بعطية الله. يعني كما واحد الفيديو قديم نتاع مارادونا قبل ما يموت قال لهم غادي يجي واحد الوقت وغادي تمشيو للمونديال وغادي تربحوا فرقه، غادي تستحوذوا على الكره الاوروبيه وغادي تربحوا الفرق واحد تلو الاخرى، وهذه العالم يحترمكم. ولحد الان العالم احترمنا ووصلنا، حتى الناس اللي كانوا يهضروا فينا اننا
المنتخب طلع غير بالزهر، المنتخب غير بالحظ، المنتخب أن يفعلها بهكذا شكل. تتوقع أن يتأهل إلى الدور الثمانية النهائي، ولكن أن يحتل الصدارة لا، ولكن أن يخرج بلجيكا لا، ويخرج إسبانيا فهذا أيضا لا. ليس شكا في قدراته. الكرة غتضرب بوطو وغتخرج. جميعا إلى اللقاء، ونتمنى ونطلب الله سبحانه وتعالى نغلبوا لا فرنسا ونديو الكاس على تلا. آمين.